عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير جدا، يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. تعالي نشوف بقى طاقة الحبيب بيشوفك ازاي، او الشخص اللي في بالك شايفك ازاي. قبل اي حاجة يا روحي تعملي لايك، ولايكات من نار. بلس كمان ان احنا نعمل متابعة عن طريق علامة الزائد اللي فوق هنا دي، ونعمل شير كتير للفيديوز ده، ونكتب تحت يا رب نستقبل البشارة 4 عشان نحقق الطاقة دي في أسرع وقت ممكن. تعالي بينا بقى نشوف الشخص ده شايفك ازاي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، بجد أنا بنبهر بالطاقات الحلوة دي. يعني أنا شايفة إن الشخص ده يعني هيموت عليكي، هيموت عليكي وعلى جمالك وعلى شكلك. انتي ممكن تكوني فيكي مقومات انوثة، بالنسبة للشخص ده هيتجنن من جمالك. شايفك زي القمر، شايفك انك انتي حلوة وملامحك جدا، يعني كلها اغراء كلها دلع. زي ما يكون الشخص ده لما بيشوفك بيفرح قوي، بيحس كده ان هو عنده طاقة انجذاب ناحيتك، عنده كمان شغف عليكي. الشخص ده ممكن يكون يعني بيقعد يفكر في تفاصيلك، بيفكر قد ايه انك انت حلوه، قد ايه جذابه، ولكن عنده طاقه غيره من عيون الاشخاص اللي حواليكي. ممكن يكون الشخص ده شايفك ان انت ملفته، شايفك انك انت يعني جمالك جمال حلو طبيعي. حتى لو لبعضكم هنا عامل فيلر، عامل بوتوكس، عامل شيء على شكله او عامل لوك جديد، لا انتوا بجد حلوين قوي وجمالكم مميز. يعني ممكن تكون في حاجة بتميزكم هنا، لا اما لون عيونكم، لا اما يعني مثلا اللون ملامحكم مثلا مختلفة. يعني واضح ان الشخص ده بيعشق تفاصيل شكلكم جدا، وشايفاه ان هو يعني شايفكم شيك قوي. بتعرفوا تلبسوا، بتعرفوا ان انتوا تبرزوا جمالكم، بتعرفوا ان كنتوا تلفتوا الانظار. ممكن حتى يعني انتوا بطبيعتكم في طاقة الجاذبية، في اتراكشن، اي حد ممكن يشوفكم يحبكم بسرعة. يعني واضح ان الشخص ده واخد عنكم انطباع ان هو اول ما شافك ان هو انجذب لكم او تشد لكم بسرعة، رغم ان ما كانش لسه في تواصل او كلام. فانا بشوف ان الشخص ده واضح لا اما معاكم على الانترنت وبيشوف صور بس او فيديوز، لا اما ده شخص معاك في الشغل وتقيل وما بيبينش مشاعره، او ده شخص في حياتكم ومرتبطين بيه بس ما بيعرفش يعبر، او شخص ممكن يكون متحفظ لان هو بصراحة معجب بيكم قوي بجمالكم، وشايفكم ان انتوا طالعين من عينيه بصراحة، يعني داخلين دماغه جدا. وبصراحة هو بيقول انه مفيش حد عرف ان هو يعلق قلبه بسرعة كده ويعلق عقله بيه غيركم انتوا، من كتر جمالكم، من كتر حلاوتكم، من كتر ما انتوا بجد يعني تخلوا الشخص ما يقدرش يبطل تفكير فيكم. بيقول ان انتوا اكتر حد هو حبه، اكتر حد هو اتعلق بيه. متنسيش بقى يروح تعملي لايك وتتابعيني على اللايفات بتاعتي.